صحة رمضانكم. اليوم جبت لكم تشيز كيك عائلي. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. هزينا باكي جاتو بيمو، حطيناه في هذا الكيس بلاستيكي وهرسناه هكا خان ترحيه الأشوار. شوفي كيفاش عقبنا له بالرولو، كبيناه في صحن، درنا له مغرفة نواد كوكو، رشة ملح، 100 غرام زبدة تكون طرية. كي شفتي كيفاش هي طرية، درنا لانوم تاع البندق. انتي اي قوت تحوسي عليه ديريه. خلطيه هكذا بيديك مليح، زدنا له مغرفة عصير الليمون. دوكا هذا الكاطو نقلبو للفرن يطيب شوية، نقعد واحد 10 دقايق هكذاك. عدت ليه هكذا في البلاطو هذا القيس تاعو 25 على 25. شوفي كيفاش عدلناه، حطيناه في الفرن. دوكا نروح نديرو تشيز كيك نحضروه. درنا 5 بايض بتي سويس، زدنا باطا تاع الماسكافون، الميزان تاعها فيها 250 غرام. خلطناهم مع بعضهم، نفرغوا الماسكافون مع البتي سويس، خلطوهم هكذا مع بعض. درنا 4 مغارف سكر، زيدي خلطيهم حتى يذوب السكر هذاك. دوكا نكبو البيض بيضة، متكبيش على خطرة، كبي بيضة وخلطي تاني خلاص البيض. زيدي كوبي، كل ما نلوحو بيض نخلطو مليح باش يدخل مليح البيض في هذاك الماسكافون والبتي سويس. نطلعوهم، شوفي كيفاش ولا. نديرو لانو تاع البندق يعطيها ذوق مليح. وكنزيدو حبة ليمون ثاني عصرتها. هذا الليمون ثاني يعدل الحلاوة تاع التشيز كيك، ما يجيش حلو بزاف. زدنا كاس القيس تاعو 220 مليلتر كريم فريش، درنا الكريم فريش خاصة بالحلويات. نخلطوهم مع بعض. دوكا زدنا بغرفة ونص مايزينا، خلطيهم ثاني مع بعضهم. شوفي كيفاش خلطناهم، شوفي هذاك الكاطو اللي رحيناه، شوفي كيفاش غلطاو. كي نطيبوه أحسن. دوكا حطينا هذا المول فيه الكاطو، قلت لك المول هذا القيس تاعو 25 على 25. انت لا عندك المول أقل ديريه، ماشي شرط يكون نفس القيس. درنا له الألمنيوم هكا بعد ما طاب باش كي نحطو الماء في البلاطو ما يدخلناش الماء لداخل. شوفي كيف درنا له. كنزيدو نغطيوه في الجهة الأخرى. شوفي كيف درناه. نكبو دوكا تشيز كيك. خبطيه هكا، زيدي عدليه هكذا باش يجي في كل بلاصة يجيك معدول. حطينا البلاطو درنالو الماء سخون، ودوك نقلبوه للفرن. الفرن يكون سخون، درجة الفرن 180 درجة. كي تشوفيه ضاب وحكم روحو نحيوه ونخليوه بجيه يبرد. دوكا نروحو نحضرو طبقة اللي نديروها من الفوق بالفراولة. مع دوكا رانا في موسم الفراولة نتيا وكيما حبيتي قيس اللي بغيتي ديريه. درنا مغارف سكر، 2 مغارف ليمون،
درنا لها ربع كاس ما، خلطيهم هكذا مع بعض حطيها طيب. شوفي كيف قصينا هاد طرف كبار. دوكا هزينا مغرفة مايزينا مع شوية ما، ما مديريش بزاف، كي شفتي قد ما درت واحد الربع مغارف ما هكذاك، ذوبي فيها المايزينا، زيدي ديري لها لاروم تاع الفرولة، حنطيها هكذا مليح وزيدي كبيها لها بعد ما تشوفيها طابت. هذا المايزينا تزيد تخضرها شوية، تولي لاصوص تاع الفرولة تجي ثقيلة شوية حكمة روحها ما تجيش سائلة باش كي نكبوها في التشيز كيك بالخف تحكم روحها. شوفي بعد ما خرجناه برد حلينا المول، شوفي كيفاش جا. قلتلك هذا التشيز كيك عائلي، ماشي هذاك اللي يجي عالي في المول الصغير. شوفي كي كبيناها يعني قلتلك كي ديري المايزينا على الاخر بالخف تحكم روحها كي تكبيها في التشيز كيك. شوفي كيفاش جات، شوفي القوام نتاعها كيفاش جا. دوكا نقص طرف منها، شوفي كيفاش جات. جات شهي، شهيتكم في الجنة وشكرا. واللي ما اشتركتش في قناتي تشترك ليصلها كل جديد، ونتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكم في التعليقات وشكرا.